السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما نخش في موضوع الفيديو بتاع النهاردة، يا ريت تعمل للفيديو لايك وتعمل سبسكرايب للقناة، علشان اللايك بيفرق بنسبة كبيرة جدا ان هو يوصل للناس اللي مهتمية بالسفر وتعديل الأوضاع والتأشيرات والفيز، والسبسكرايب علشان خاطر القناة تكبر بيكم. ولو عندك أي استفسار سيبهولي في الكومنتات وأنا إن شاء الله هرد على 100% من أسئلتكم. نخش في موضوع الفيديو النهارده. طبعا للاسف اخبار سيئه جدا 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 عن ما يحدث في مطارات امريكا وفي امريكا عامه، مع الناس اللي هي حتى داخله بفيزا سياحه وفيزا قانونيه وكل حاجه. فبرضه للاسف النهارده معايا خبر سيء جدا جدا، وللامانه حتى اتكلم فيه حتى طبعا استاذنا كلنا استاذ باسم صاحب قناه المصريكاني. ودي من الامانه ان انا قبل ما ابدا الموضوع اقول انا كان عندي تفاصيل الموضوع اصلا، بس اول من تحدث في الموضوع ونزل كمان بإرفاق الفيديو هو طبعا أستاذ باسم صاحب قناة المصريكاني، أستاذنا كلنا، وأنا اتعاملت معاه معاملة شخصية لما كنت هناك. هو حاجة قمة في الأدب وقمة في الاحترام، وفعلا ما بيستخسرش في حد حاجة، وهو يعني زي ما بنقول كده حق الله يقال، هو بابا المجال. يعني هو اللي فاهم الناس دي كلها بما فيهم أنا طبعا، يعني يا أمريكا ويعني نخش نعمل إيه ونتصرف إزاي. ده من الأمانة، دي حاجة احنا اتربينا عليها الأمانة، فلازم ندي كل ذي حق حقه. ده أول جزء. تعالى بقى نتكلم في موضوع الفيديو بتاع النهاردة عشان خاطر وقتكم. القصة يا جماعة باختصار ايه؟ واحد مصري مع فيزا سياحة راح أمريكا قبل كده ورجع ما كسرش، تمام، بس قعد هناك أول مرة قعد فترة طويلة. دخل مطار نيويورك، دخل تاني مرة رايح اهلا وسهلا، خير انا جاي سياحة، طيب تمام. انت المرة اللي فاتت ظاهر قدامي في الكمبيوتر ان انت جيت وقعدت مدة كبيرة قوي يعني، ايه سبب المدة دي كلها؟ فمفيش، اصلا انا كنت تعبان، اصلا انا مش عارفة ايه، اصلا انا عجبتني امريكا فحبيت اتفسح، بس انا المرة دي هقعد اسبوع او اقعد اسبوعين بالظبط وهرجع تاني. طيب تمام، فين حجز الفندق بتاعك؟ حاجز فندق وحاجز طيران ومستف ورق والدنيا كلها زي الفل، تمام، وخلوه يخش، تمام. طلع المعلم متراقب، دخلوه وبقى متراقب. سابوه اسبوع التاني، اول ما نزل شغل هوبا طب عليه، اقبض عليه، اربط في الارض، امسك، كسر الولا ضرب. الفيديو هتلاقوه موجود، تمام. ده مصري. فيا جماعة الخير، امريكا في الوقت الحالي، عشان انا لما باجي بطلع بتكلم كده اصل انت بتكره الناس في امريكا، اصل انت بتقول امريكا دلوقتي وحشه، اصل انت حر. انا بقول لك اللي بيحصل، وفي واحد زميل منزل بالفيديو. انت عايز تسمع، تمام، انت عايز تسمع للناس اللي بتقول لك لا امريكا جميله ويلا بينا والدنيا حلوه، برضو انت حر، انت حر. دي اول حاجه. نستفيد من القصه دي ايه يا جماعه؟ اللي معاه فيزا سياحه ابوس ايديكم، محدش يكسر فيزا. خلاص دلوقتي امريكا لبش، اللي ماسك دلوقتي ما بيعتقش، وخلاص هو راجل بيكره المهاجرين، وهو بالنسبه له المهاجرين دول في حاجه تعمل له حاجه مهاجر زمان، تمام. فخلاص دلوقتي في اللي هي الجماعه اللي اسمها ICC، دي مسؤوله عن الهجره، دي ماشيه في الشوارع يا باشا، بتخش المطاعم وبتخش الاوتيلات وبتخش السوبر ماركتات وبتخش، بص منتشرين في الشوارع كده، وانت ونصيبك قابل بقى. ممكن تبقى ماشي في حياتك كده تلاقي هوب واحد طلع لك، فين ورقك؟ في الشارع، انت ماشي في الشارع، فين ورقك؟ فين السوشيال سيكيورتي؟ دخل عليك الشغل، فين الورك بيرمت بتاعك؟ مفيش، هوبا يلا امسك رحل. مفيش ولا محامي هينفعك، ولا اصلي هقدم لجوء ساعتها، مفيش حد هترحل. الناس نفسها اللي مقدمه لجوء اتلغى لها اللجوء ويلا رحل، شكرا يا جماعه. اقسم بالله ناس معاها مش مقدمه، ناس معاها جرين كارد الاقامه الدايمه، واتكنسلت لهم وروح. طب خد الكبيره، ناس معاها الجنسيه الامريكيه، مواطن امريكي معاه الباسبور الامريكي، اتكنسل روح. ايه يا احمد اللي انت بتقوله؟ لا عادي، يعمل اي حاجه الراجل الموجود دلوقتي، يعمل اي حاجه. لا اصل انا مواطن، واصل انا ليا حقوق، واصل انا ليا واجبات، مفيش الكلام ده. انا بقول لك يا عم اسمعليش، ارجع حتى اسمع العنباسه، شوف الراجل بيقول ايه، تمام. هو الراجل الخبره بقى، يعني انا بقول لك في اول الفيديو هو اللي عرف الناس يعني ايه امريكا.
قال لك ايه عشان النقطه دي؟ قال لك يا باشا جلسه او جلستين في الكونجرس، شكرا مع السلامه انت مروح، القانون اتغير خلاص. ايوه هي كده، هي بالبساطه دي، هي بالبساطه دي. فيا جماعه الخير عشان خاطر ربنا، اللي معاه فيزا امريكا وعايز يروح يتفسح، يتفسح يا باشا اسبوعين 3 بالكتير وتكون راجع، تمام؟ عشان ما تتكنسلش، عشان ما تاخدش بلوك، وعشان حاجات كتير، وعشان بعد كده لو عايز تقدم في اللوتري، وعشان بعد كده لو جات لك جوازه، وعشان بعد كده لو في هيئه هتعمل لك سبونسر، في حاجات كتير هتتقفل. امريكا الوقت الحالي يا جماعه انا ما رشحش بيها اي حد. ارجع بقى الايام، خش على القناه، خش شوف الفيديوهات اللي كانت جوه امريكا وانا ماشي في الشوارع وانا في الشغل، وانا كنت بقول للناس لا تعالوا امريكا واشتغلوا، امريكا هتساعدك تعمل اللي انت عايزه، هتعرف تعمل ورق، وهتعرف لو عايز تتجوز هتتجوز، لو عايز تعمل لجوء هتقدم لجوء، هتعرف تعمل اي حاجه هتعملها. نفس الشخص، وكنت ساعتها جوه امريكا، نفس الشخص بكلمك بقول لك دلوقتي فكك من امريكا خالص، يا يبقى معاك قانوني، ورق قانوني وفي حالك، وجاي كلمه في حالك دي دلوقتي، يا اما ما تروحش امريكا. دي اول نقطه. تاني نقطه، قلت لكم اللي بيدعم قضيه معينه، وطلعت برضو الناس هجمتني في الكومنتات، وانت ضد اخواتنا، وانت مش عارفه ايه، فلتسقط امريكا امام يا باشا انت حر، انا ماليش دعوه. انا طالع بقول لك سياسه الدوله في الوقت الحالي ماشيه كذا. انت لو بتدعم قضيه ما، الدوله زي امريكا بتشوفك ان انت راجل تهديد على الامن القومي، فامريكا بتراقب السوشيال ميديا بتاعتك، الفيسبوك بتاعك، الانستجرام بتاعك، الواتساب بتاعك، كل حاجه بتاعتك. وهنرجع برضو نقول حاجه، لو تفتكروا يا جماعه مصر قال لك هتخش قائمه الحظر، الكلام ده كان من حوالي اسبوعين 3، من ضمن الدول كانت مصر هتخش. مصر ما دخلتش الحظر ليه؟ عشان بلدك وافقت ان هي تسلم المعلومات لامريكا للناس اللي هتقدم فيزا. يعني حضرتك دلوقتي داخل تقدم على فيزا، فدولتك سمحت ان امريكا تعرف انت مين وتتابع كل وسائل، فانت متراقب يا باشا من وانت قاعد في امريكا، انت متراقب ومعروف عنك كل حاجه. فاي حاجه بتنزلها على الفيس، على الانستجرام، على الواتساب، اي حاجه من الحاجات دي يا باشا هم شايفينك وقارينك وعارفين انت مين وبتعمل. انت مش عاجبك الكلام اللي انا بقوله ما تسمعنيش، انت شايف ان ما تعمليش، انت حر. خلي يا باشا ايمانك في الحاجه دي بقلبك بس مش اكتر. انت شايف لا يا باشا وتولع امريكا وانا صاحب قضيه، جو اهيد يا معلم، مفيش مشكله، تمام. في حد تاني يقول لك لا يا باشا الحب في القلب، بس انا برضو مش عايز اضيع مستقبلي، مش عايز اضيع نفسي. خلاص انت حر، ده حر ويحترم وده حر ويحترم. لا انا بجبرك على ان انت تسمع وجهه نظري، ولا انت تجبرني على وجهه نظرك. وانا هنا انا مجرد ان انا راجل بسرد الاحداث، بقول لك دلوقتي امريكا ماشيه بالنظام ده، اسبانيا ماشيه بالنظام ده، مش هولندا ماشيه بالنظام ده، فرنسا ماشيه بالنظام ده، وانت جو اهيد، انت حر. انت عايز تاخد بكلامي تمام، لا مش عايز تاخد بكلامي برضو انت تمام. زي ما انا طلعت في حلقه من الحلقات قلت يا جماعه لازم حجز تذاكر الطيران، ولازم الفندق، ولازم، جه شخص في الكومنتات قال لي لا انا دخلت ومفيش قال لي حد، انت بتصعبها على الناس. يا باشا انت حر، انا ماليش فيه. انت عايز تسافر بلد من غير ما تكون حاجز تيكت عوده، ومن غير حجز فندق، ومن غير كاش ماني، تمام. وفي واحد قال لك لا يا باشا اصل انا ليا واحد دخل، اسمع خش انت كمان. انا هنا برصد لك اللي بيحصل. الدعم لقضيه معينه حتى لو معاك فيزا هتتكنسل وانت بتجددها، وممكن تتمسك في المطار ويرحلك وتتكنسل منك الفيزا هناك، وممكن تترحل من وانت جوه امريكا. يعني بص انا جبت لك الثلاث سيتويشن زي ده. ممكن وانت بتجدد، يعني امريكا 5 سنين وبتجددها تاني، وانت بتجدد يقول لك لا شكرا مش هجددها لك، او يطلب مقابله من اول وجديد حقه، تمام. ممكن في المطار، اصل الناس اللي قالت لك اصل هم ما بيمسكوش التليفونات، ما بيفتشوش في التليفونات، انت مش عارفه ايه، انت مهولها. خش راجعوا يا جماعه شوفوا الناس، تمام. شوف الناس كمان اللي القنوات بتاعتهم كبيره زي ما انتوا بتقولوا، تمام. وانت كل الناس دي بتقول لك دعم للقضيه الفلانيه بالنسبه لامريكا، انت بتهدد الامن القومي. في ناس لغايه دلوقتي مش مقتنعه. انت برضو حر، عايز تسمعني عايز تسمعهم انت حر، بس انا بقول لك ده رقم 1. رقم 2 لو معاك فيزا ورايح يبقى هم اسبوعين 3 وتنك راجع، انما هتروح وتشتغل انت ونصيبك، انت ونصيبك.
ادي قصة المصري اللي حصلت بالظبط النهاردة، نقلا لان ده شرف الامانة يحتم عليا ان انا اقول الموضوع جايبني، نقلا من استاذ باسم صاحب قناة المصري كامل. دي الامانة تحتم علينا ان احنا نقول كده يعني. استاذ باسم اخونا الكبير وليه فضل على كل الناس، تمام. بس سابوه يخش، فضل متراقب، اول ما عرفوا انه نزل شغل هوبا راحوا مسكوه. وخش بقى شوف الفيديو عنده هناك عامل ازاي، إيه اللي اتعمل في المصري. مصري مصري مش عرب، مصري. وكان اخد 6 شهور يعني اتمسك وهو مش كاسر فيزا، يعني لسه فيزته ساريه. يعني ممكن يقول لهم انا فيزتي ساريه، انا ما بشتغلش، انا دلوقتي قانوني. رحل، يلا مع السلامه، ارجع ارجع. تمام. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. يا ريت يا جماعه الفيديو ده لو الناس اللي مسافره امريكا اتفرج عليه، لو تعرف حد انت مسافر امريكا ابعت له الفيديو ده، يكون اثابك الله في الشخص ده كل خير، ويكون هو عرف هو داخل على ايه، وايه اللي هيقابله في المطار، وايه اللي هيقابله كمان بعد ما ان شاء الله يعدي المطار. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع بكره. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناه، ولو عندك اي استفسار بخصوص الحلقه بتاعت النهارده سيبوها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.